السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هعمل معاكم زي ما شفتوا في عنوان الفيديو لانشون الغلابة. هنعمل النهاردة لانشون الغلابة من غير لحمة بقى ومن غير فراخ في صدر الغلا اللي احنا فيه. ده اللانشون اللي هو العادي اللي بنباع عادي، مش لانشون حلواني ولا حاجة. لانشون حلواني ده قصة تانية، هبقى اعمله لكم فيديو تاني لو انتوا حابين اكتبوا بس في التعليقات. ده اللانشون اللي هو بتاع الناس الغلابة اللي يعني عايزين يفرحوا عيالهم بأبسط الإمكانيات. هنعمله النهاردة بمكونات بسيطة جدا إن شاء الله، وإن شاء الله هتبقى موجودة في كل بيت، وهوريلكم القوام بتاعه. بصوا جميل ازاي، تحفة. أنا بس لو هو دي متقطعة كده يعني ايه، دواير تخينة. حاولي بقى تقطعها تبقى رفيعة جدا علشان تبقى زي بتاعة المحلات بالظبط، زي اللي انتوا بتشتروه. اهم حاجه حط لايك، ولو انت مش مشتركه هتشتركي ان شاء الله. هنبدا معاكم في المكونات اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، مكونات بسيطه جدا جدا جدا. كل اللي انت هتشتريه من بره هيبقى الجبنه النستور لو مش متوفره عندك، والبيض لو البيض موجود عندك تمام مفيش مشكله، مش موجود عندك هتضطر ان انت تشتري الثلاث بيضات دول اللي قدامكم. ده هيعملوا الكميه اللي انتوا شفتوها معاكم في الفيديو. معانا هنا اول حاجه معلقه نشا، معلقتين 2 دقيق، ممكن يبقوا التلاتة دقيق. لو انت مش متوفر عندك النشا مفيش مشكله، بس النشا بيخلي القوام بتاعه ملمسه حلو جميل كده. عندنا هنا تلات قطع جبنه نستون للتلات بيضات اللي انتوا شايفينهم قدامكم. بس اولا عشان تبقوا عارفه، بما ان الدنيا غليت طبعا البيض ما صغرهوش، هو البيض ربنا هو اللي بيخلقه مش حد بيخلقه. فطبعا انا استصغرت التلات مثلثات الجبنه اللي قدامكم دول، فعشان كده اضطريت ان انا ازود. يعني فعايزه زودي، مش عايزه تزودي تمام مفيش مشكله يعني، كله هيقضي الغرض. معانا هنا المكونات اللي احنا قلنا عليها. التلات بيضات لهم 3 معالق دقيق، لهم 3 مثلثات جبنه او مثلث مكعبات اللي هي المربعات عادي، وربع كوبايه زيت. ربع كوبايه زيت ذره اللي هو العادي، يكون زيت طبعا حلو، ما يكونش زيت ريحته وحشه، اللي هو الزيت السايب او زيت التموين، يعني حاجه تبقى حلوه يعني عشان برضك ما تغيرش طعم الحاجه اللي انت بتعملها. معاك البهارات اللي انتوا شايفينها قدامكم ديت، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، فلفل اسمر، مكعب مرقه او مرقه فوريه، وبابريكا. انا قلت البابريكا مش عارفه، المهم البهارات تاني عشان ما تنساهاش. مكعب مرق دجاج او اللهم صل على النبي، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، فلفل اسود. بس ما تحطيش بهارات تاني اكتر من كده. معانا هنا الجبنه المثلثات الثلاث مكعبات هنحطهم اهو، ومعانا الثلاث بيضات والزيت، وهنضرب الاول، نخلط كل المكونات دي مع بعضها كويس قوي. اهم حاجه اضربهم هما الاول في شفشق الخلاط زي ما انت شايفه قدامك كده. تمام، بدات المكونات زي ما انتوا ملاحظين اهو ان هي بدات تختلط، يعني تمام، واحده 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 كده. اهم حاجه قبل ما تحط الدقيق او النشا، زي ما انا قلت لكم، هكتب لكم ان شاء الله في صندوق الوصف المكونات بتاعه اللانشون دي. ولو انت بقى اسره كبيره عادي عايزه، انا هنا زودت 3 مكعبات تاني، 3 مثلثات جبنه. فلو انت المثلثات بتاعتك كبيره مفيش مشكله، هم 3 كفايه مع ال3 بيضات مع ال3 معالق دي. حاسه ان هم مستصغراهم او هم بقوا صغيرين كده مش مالين عينك، عاوزه تزودي انت 3 من عندك زودي براحتك يعني. هو ده بقى حاجة ترجع لك انت، يعني مش هتأثر على الطعم في حاجة، ومش هتأثر على جودة اللانشون برضو في حاجة. وما هنا اللي انا بحطه ده، بس معلش بقى الكاميرا ما عرفتش تجيبهولكوا كويس، المعلقتين الدقيق ومعلقة النشا. لو انت ما عندكيش معلقة النشا مفيش مشكلة، اشتغلي بالثلاث معالق دقيق عادي. بس يعني يستحسن لو فيه معلقة النشا مش موجودة خلاص عادي مفيش مشكلة، ما ت... ايه ما ت... وطبعا الملح حسب الرغبة، في حين ان انت لو حاطه مكعب مرق بيبقى حادق فما تزوديش الملح قوي. ومعانا هنا لون طعام بودر من عند العطار، لون طعام. هو هنا حوالي يعني حاجه بسيطه خالص على طرف المعلقه، وما تحطيش كتير في الاول علشان حسب درجه لون اللون اللي معاكي. يعني مثلا انا جبته مره قبل كده ذره بسيطه منه وكانت بتلون فظيع قوي. ده مثلا يعني درجة تلوينه مش قوي، فانتي حسب، ابدأي بحاجة بسيطة وشوفي الأول واضربي وخلطي، وبعد كده يعني احتاجتي حطي، ما احتاجتيش خلاص. فما تحطيش كتير من مرة واحدة وبعد كده تلاقي نفسك اللون زاد معاكي قوي والعملية يعني
بقى داكن شويه. بصوا القوام بتاعه بقى بعد ما انا خلطت الدقيق مع بياخدش حاجه، كله في الخلاط. ولو عندك كبه يبقى احسن يعني، عشان هو بس يعني ايه. هتوقفي بقى الخلاط كده زي ما انت شايفه، وامسكي بقى المعلقه السيليكون دي تحاولي تنزلي، عشان لو في حاجات طلعت على الجناب ولا كده، لان طبعا الكميه مش ماليه الخلاط قوي يعني. فعشان كده تحسي ان هي الشفشق الخلاط ايه، هم تقريبا كده في نصه، بس بيعملوا كميه محترمه حلوه يعني. انت لو هتشتري الكميه دي من بره هتبقى بمبلغ يعني، غير اللي هو اللي انت عاملاه في البيت، وحاجات كلها انت يعني ضمنها. بصوا هنا انا بوريكم الخليط وهو شغال في الخلاط اهو، بدأ يتقل طبعا علشان الزيت والحاجات دي. وهنا جبت 3 كوبايات اللي هم 3 كوبايات كوبايات ميه عاديه، ودهنتهم زيت. اهم حاجه تدهنهم زيت كويس، علشان لما تحط الخليط فيهم وتغطيهم بورق زبده زي ما انت شايفه كده، وتجيبي حله على النار نصها ميه وتغلي، وتحطي فيها الكوبايات وتسيبي اول ما تغلي توطي عليها وتغطيهم كده. لو ورق سلفان يبقى احسن، لو هم عاليين على الحله زي كده. وبعد كده توطي النار زي ما انت هتشوفيني دلوقتي بوطي النار، وتسيبوهم بقى ايه لمده ساعه. هم ممكن ياخدوا منك ساعه، ياخدوا ساعه، حسب بوتاجازك بقى، ملهاش قاعده يعني. اهم حاجه عشان تعرف اذا كانت هي بقى استوى ولا ما استواش، زي نظام الكيكه بالظبط. بعد فتره كده، بعد ساعه دي او ساعه الا ربع حسب النار بتاعتك، هتجيبي آه، سكينه وتغرزيها او خله وتغرزيها في قلب الكوبايات. لو طلعت هتشوفوا دلوقتي معايا اهو انا مغطياها بردك علشان ما فيش بخار يقع فيها، هي عامله زي نظام الكيكه كده. انا محبتش املى الكوبايات قوي علشان ايه الكوبايات تاخد راحتها في السوا، ما تبقاش يعني ايه. فعملتهم في هنا اهي، ده غرست السكينه طلعت ايه مش نظيفه طبعا، هو لسه قدامه شويه، فهغطيها واسيبه تاني. ده هنا وتسيبيه يبرد في مكان، بعد ما تستوي تسيبها تبرد مكانها لحد ما تبرد خالص في الحله، عشان ما تلسعش نفسك. بعد كده وديها في التلاجة لتاني يوم. هنا بقى كانت تاني يوم انا جبتهولكوا اهو، يا دوب بس هتمشي بس السكينه فيه حاجه بسيطه كده من الجناب، هيطلع معاكي سهل خالص اهو. شفتوا سهله خالص اهي وجميل، مفيهاش اي حاجه. هي الكوبايه اللي استلت اللي غلبتني شويه على ايه، على انها كانتش مدهونه كويس يعني، ما كانتش مدهونه زيت كويس، فغلبتني شويه. اهم حاجه ان انتي بعد ما الميه تغلي توطي على الحله وتسيبها على الهادي. واخدين بالكم اهو، بصوا اللانشون بتاعكم طلع